هتجوز التانية. النهارده احنا في التجمع جايين نسأل الناس عن الفرق ما بين الجمعية والقرض. طب تسمعوا ايه عن الجمعية؟ ناس بتحوش فلوس مع بعض، يعني حد كل مرة هو اللي بياخد الفلوس. هل في انترست في الجمعية؟ يعني ممكن، مش عارفة. امتى الواحد يخش جمعية وامتى يعمل قرض؟ لو ممكن مستعجل على فلوسه ياخد قرض، ولو مش مستعجل على فلوسه يعمل جمعية. بس اي ثينك برضه في جمعيات ممكن تديك اول واحد فانت تبقى كسبان. ايه الفرق ما بين الجمعية والقرض؟ الجمعية للشورت تيرم with no interest، والقرض لونج تيرم larger amount، أقل مخاطر الجمعية. الجمعية أقل مخاطر. كلام سليم 100%. واحد يستخدم اللون مثلا لو هو عايز يدخل مثلا عنده مشروع مثلا، اي مثلا عنده اسيت مثلا، فيروح للبنك مثلا هيضمن بالاسيت ده ياخد منه كارد يشغل المشروع، بعد كده المشروع يجيب فلوس. الجمعيه انت اكتر بتخش بيبقى كذا حد مع بعض بيبقوا محتاجين فلوس في وقت معين. تسمعوا ايه عن الجمعيه؟ عارفه ان الناس بتخشها اللي هو بيبقى كل واحد بيقبض يعني في شهر معين عشان خاطر تبقى بنحوش. امتى الواحد يختار الجمعيه وامتى يختار القرض؟ انا اشوف الجمعيه تختارها اذا كان في تراستد بيبل. هي ديبيندز على النيدز بتاعتك والوقت اللي انت عايزها فيه، وبتختلف ما بين شخص للتاني. في ناس بتبقى عندها نيدز اون ذا سبوت لازم تخلص. اوكي، فالجمعيه ممكن نقول اكتر ان هي ادخاريه اكتر، والقرض انستنت اكتر او وقتي اكتر. بالظبط كده. اوكي، لو عملتوا جمعيه هتحبوا تقبضوا في الاول ولا في الاخر؟ حاسة في الآخر. قولي انت عايزه ايه؟ لا مش عارفه. اوكي، بس ممكن ابقى في الاخر. الجمعيه مهمه جدا لو انا عايز احوش فلوس او للمصاريف المتخططه زي الجواز او السفر. احنا بنقبض بالدور، ممكن اول تاني تالت شهر. اما القرض فهو حاجه حلوه بس بيكون عليها فوائد، وبيتم بمجرد عمل عقد رسمي مع البنك، وبتستلم الفلوس بمجرد الموافقه عليها، وبيكون معمول مخصوص للطوارئ والحاجات الكبيره زي الشقه او العربيه.